السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مهلبية المانجا، وده طبعا موسم المانجا ومتوفرة في السوق بكل شكل ولون. أنا عملتها بكيس مانجا كان عندي في الفريزر، قلت أغير شوية بدل ما أعملها عصير، فكرة جديدة وحاجة جديدة ومفيدة طبعا. يلا مع بعض نبدأ الطريقة ونشوف هنعمل ايه ونسمي بسم الله. معايا هنا كيس مانجا، يعني في حوالي مانجايتين او 3، مش فاكرة بصراحة، انا مطلعاهم من الفريزر. ودول معلقتين نشا، وطبعا السكر حسب الرغبة، انت عايزاها مسكرة قوي عايزاها مظبوطة انتي وراحتك طبعا. دايما السكر والملح حسب الرغبة. حطيت المانجا في الشفشة الخلاط بالشكل ده، وهضيف لها كوبايتين كبار مية. وعايزة هنا اقول ان لكل كوباية مية عشان تطلع معاكي مظبوطة بتضيفي معلقة كبيرة نشا. وحطيت السكر زي ما انت هتظبطيه بقى حسب راحتك يعني، وهنضربها في الخلاط كتير شوية لغاية ما نحس انها خلاص بقت ناعمة جدا، ما فيهاش اي قطع مانجا خالص. هنفضيها كده، شايفين هو ده قوامها تقل معانا، لاني طبعا كل ما القوام تقيل هيساعد انها تتقل معاكي بسرعة. دي الحلة اللي هعملها فيها على النار. ودلوقتي هضيف لها النشا زي ما قلت، لكل كوباية مية معلقة كبيرة كده هرمية نشا مش ممسوحة، معلقة كبيرة. ضفنا معلقتين النشا الكبار، وهنبدأ نقلب بقى حلو جدا عشان النشا ده يختفي في المانجا وما يكونش ليه أثر ولا يكون ليه أي تكتلات خالص طبعا. هنا هستخدم المضرب اليدوي أفضل بكتير طبعا. وممكن على فكرة وانت بتضربي المانجا تضيفي النشا في الخلاط، مفيش أي مشكلة. هنا خلاص النشا اختفى. هناخد المانجا على نار متوسطة. خلاص النشا الأثر بتاعه اختفى خالص. هناخد المانجا على نار متوسطة ونستمر برضو في التقليب لغاية ما نلاقيها، يعني مش هتاخد 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، لغاية ما نلاقي المانجا تقلت معانا وبقى قوامها تقيل. هنا هي تقلت زي ما انتوا شايفين القوام ده، ممكن اخف من كده كمان، هي تقلت مني شوية يعني ما بتاخدش على النار 10 دقايق تقريبا. هي كده جاهزة معانا، هنصبها بقى في كاسات او اطباق التقديم. وطبعا بنفضيها بقى من الحلة في حاجة ليها بوز كده، شفشة او حاجة عشان تبقى سهلة اللي احنا نصبها. هنحطها في كاسات واطباق التقديم بالشكل ده. طبعا مش محتاجة اقول لكم المهلبية دي مفيدة يعني معمولة طبعا يعتبر مانجا طبيعي، فهتحسي انك بتاكلي مانجا بالظبط، بس هتبقى تقيلة، وطبعا لما بتسقع بيبقى طعمها جميل جدا. خلصنا كده الكمية بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. الكيس عمل معايا 3 كاسات و3 اطباق، يعني الكمية حلوة قوي، والكاسات مش صغيرة طبعا ولا الاطباق زي ما انتوا شايفين. عندك بقى مانجا سليمة ممكن تقطعيها وتحطيها قطع صغيرة في النص كده فوق الكاسات او اطباق التقديم. انا ما كانش عندي مانجا سليمة، بس كان عندي فورماسيل شوكولاتة اللي هي القطعة دي الملونة، حطيتها بالشكل ده فوق الكاسات، بس ما حطيتش على الاطباق عشان اللي عايز ياكل بالشكل ده ياكل، واللي عايزها سادة ياكل. وصفة بسيطة وسهلة وسريعة جدا هتعمليها وهتتبسطي قوي بجد من طعمها. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتك، ولو انتي لسه معايا لغاية الجزء ده من الفيديو بشكرك طبعا، وبتمنى تحطي اللايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. خلصت وصفتنا، واشوفكم في فيديو جديد من اكلات ووصفات ام الدنيا.